سنة 1922 في وادي الملوك بصعيد مصر، عامل بسيط كان بيحفر في الرمل لحد ما اكتشف بالصدفة باب مقفول من 3000 سنة، واللي كان وراه أعظم مقبرة في تاريخ البشرية. القصة بدأت لما عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر كان بيقضي سنين طويلة يدور على مقبرة ملك شاب اسمه توت عنخ آمون. الكل كان فاكر إن المقابر كلها اتنهبت، لكن كارتر ما استسلمش. وفي يوم من أيام نوفمبر سنة 1922 واحد من العمال المصريين وهو بيحفر لقى درجة سلم صغيرة وسط الرمل، ولما بدأوا ينفضوا التراب ظهر باب مقفول عليه أختام ملكية سليمة. كارتر وقتها كتب في مذكراته: شعرت بأني على وشك أعظم اكتشاف في حياتي. ولما فتح الباب نور المشاعل انعكس على دهب في كل اتجاه، تماثيل، عروش، عربيات، وصناديق مليانة مجوهرات وكنوز. كأن الزمن وقف 3000 سنة مستني اللحظة دي. وجوهرة المقبرة كانت التابوت الذهبي لتوت عنخ آمون نفسه، واللي اتغطى بثلاث توابيت متداخلة، آخرهم معمول من أكتر من 120 كيلو ذهب نقي. لكن بعد الاكتشاف بدأت تظهر حكاية لعنة الفراعنة، وده بعد ما مات أكتر من شخص شارك في فتح المقبرة في ظروف غامضة. ومن هنا بدأت الأسطورة اللي العالم كله اتكلم عنها، وهي حكاية لعنة الفراعنة. النهاردة كنوز توت عنخ آمون موجودة في المتحف المصري الكبير، وشكلها الذهبي بقى رمز من رموز مصر وتراثها الحالي. ولو القصة دي شدت انتباهك اعمل لايك واشترك في القناة، واستنى الحلقة الجاية من سلسلة أسرار المصريين القدماء.